في خلال شهرين قدرنا نحول الوضع من الحالة دي للحالة دي. ده اللي انا هقوله لكم في الفيديو بالتفصيل. زوجة صالحة انا مش كده. رقم واحد، في بداية البروتوكول كان لازم ان انا اشتغل على جرثومة المعدة. لازم اقلل الاندكس بتاعها في التحاليل، لان زي ما احنا عارفين هو جرثومة عنيدة. بياخدوا العلاج بتاعها، ومش شرط الجرثومة يتم علاجها بالبروتوكول بتاعها اللي هو مضادات حيوية وكده، لانها عنيدة جدا وبتستخبى في جدار المعدة وبتتحوصل، وزي ما احنا عارفين شرحت لكم قبل كده في فيديو الخاص بيها. في المعلومات برضو اللي قلتها في الفيديو ده، الحاجة الوحيدة اللي تقدر ان هي تقاوم جرثومة المعدة على المدى القصير وتقلل الاندكس بتاعها كتير ورقمها في التحاليل، وبالتالي تقلل تأثيرها وما تأثرش على امتصاص المعادن من الأكل، ما تضايقش حمض المعدة، ما تتعبنيش، البروبيوتيك. وده النوع اللي احنا مشينا عليه. طبعا اي نوع بروبيوتيك سيؤدي الغرض. اهم حاجة يكون الرقم بتاعه كويس، الكالتشرز اللي فيه رقم كبير، بحيث ان الجرعة تكون مؤثرة. الهدف من البروبيوتكس زي ما قلنا اخمال جرثومة المعدة، تعديل حمض المعدة، وزيادة الميكروبيوم او البكتيريا الصالحة في المعدة، بالتالي تحسين امتصاص المعادن من الطعام ومن المكملات كمان. انا مش هقدر اخد للالتهاب المعوي والتهاب القولون كورتيزون لان انا ضد ده، لكن اقدر ان انا استغل الفيتوستيرول اللي موجود في لبان الذكر وتأثيره الرائع على المعدة وعلى القولون. وكنا بنشرب كوباية منقوع فيها معلقة كاملة يوميا. تاني حاجة، كنا بنستخدم ايه للصلع الوراثي نفسه؟ مرضتش ان انا استخدم حاجات كتير. كان مكمل عشبي ومكمل غذائي، والباقي مكملات غذائية متنوعة. يبقى انا استخدمت له حاجتين فقط من المكملات الغذائية المخصوصة للصلع الوراثي، وهو البيبون اللي هو ده، وده موجود في الصيدليات في مصر، وبديله زي ما قلنا قبل كده زيت بذور اليقطين المستورد. اي مكمل زيت بذور يقطين لازم تكون جرعته اعلى من 400 مللي جرام. تاني حاجة مستخلص الروزماري. مستخلص الروزماري العشبي طريقته سهلة جدا. معلقتين روزماري مجفف او عشبة كاملة من الروزماري الفريش، ساق كاملة، بنقعها في ماء ساخن، اوكي، وبسيبها ساعة كاملة تتنقع ويتم استخراج المستخلص بتاعها. وبعد كده بشرب يوميا للرجال و3 مرات في الاسبوع للسيدات. وطبعا بنوقف المشروب وقت الدورة الشهرية لان ليه تأثير هرموني بسيط. يعمل ايه بقى البيبون او زيت بذور القرع، وبيعمل ايه الروزماري؟ زيت بذور القرع بيوقف الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريدكتيز، اللي بيسبب هدرجة لهرمون التستوستيرون او الاندروجينات الصالحة اللي موجودة في الجسم، يحولها ل داي هيدروتستوستيرون اللي هو الدي اتش تي. يبقى ده بيسيطر لي على الانزيم الاساسي الرئيسي اللي بيسبب وجود الدي اتش تي. اما الروزماري ليه تأثير بسيط على انزيم الفايف الفا ريدكتيز، يقلل جدا تأثير الدي اتش تي على المستقبلات بتاعته في الجلد وبصيلات الشعر، فبالتالي تأثيره مكمل لزيت بذور القرع. فالاتنين مع بعض يعتبروا ميكس هايل للسيطرة على الصلع الوراثي. ممكن في كبسولات مستخلص الروزماري موجودة تبع شركة ناو وشركات كتير، بس انا بفضل ان انا اخد المشروب الطبيعي عشان استفاد بالمستخلص ككل استفادة أكبر، لأن البايو افيلابيلتي أو الاستفادة أو امتصاص الجسم من الأعشاب على فكرة بيكون أعلى من المكملات الغذائية. الكبسولات اللي بيبقى فيها زيوت كده كده الجسم بيستفاد بيها وبيمتصها بنسبة كبيرة. مشروب الروزماري بيتشرب مرة يوميا للرجالة بالليل لأنه بيهدي شوية، ومرة كل 3 أيام زي ما قلنا للسيدات بالليل. أما البيبون بناخد 2 يوميا بعد الغداء مباشرة، عشان هو كبسولة زيتية بتمتص مع الأكل. أخدنا بقى مكملات غذائية إيه تاني؟
المكملات الغذائية اللي أخدناها هو زيت السمك زاندروس، تمام، والبرافوتين، وكمان أخدنا ميثايل تكنو، تمام. زاندروس اللي هو المكمل الغذائي بتاع زيت السمك مهم جدا، لأن هو غير ان هو مضاد أكسدة قوي، هو بيمد الجسم بكمية فيتامينز وبكمية عناصر موجودة في زيوت السمك مش هنلاقيها في مالتي فيتامينز كتير، وبيأثر جدا على نمو الشعر وإنبات الشعر، مقاومة الصلع ومقاومة الثعلبة، وبيأثر على طول وإنبات الشعر. وطبعا ده مثبت بدراسات كتير جدا، وفي فيديو كنت اتكلمت فيه على زيت السمك بالتفصيل الممل. أما بقى بالنسبة لميثايل تكنو، وده أفضل فورم أو شكل أنا بحبه لفيتامين ب 12. شرايط كده أفلام صغيرة بتتحط على اللسان بتدوب في ثانية، وفي برضو حبوب تحت اللسان. ده أنا بحبه جدا، خصوصا المادة الفعالة بتبقى ميثايل كوبالامين. المادة دي بيتم امتصاصها فورا وبسرعة، يمكن أفضل كمان من بعض الحقن، تمام. كنا بناخد واحدة يوميا صباحا، مش بيفرق في امتصاص ده، فناخده قبل الأكل أو بعد الأكل عادي، مش بيضر في حاجة. بعد كده بناخد برافوتين بلس، هو عبارة عن لاكتوفيرين وفوليك أسيد، في منه أكياس وفي منه كبسولات. طيب اللاكتوفيرين ده بيفيدني في ايه؟ اللاكتوفيرين هو أقوى وأفضل بروتين موجود في الحليب. انا بستخلصه وباخده بتركيزات عالية شوية، بيساعدني على امتصاص الحديد من الطعام مع 10 اضعاف قدرة الجسم، لان هو بيحفز الانزيم اللي موجود في الامعاء اللي بيحول الحديد من الشكل الذي لا يمكن امتصاصه الى الشكل الذي يسهل امتصاصه للدورة الدموية. فبالتالي انا بستفاد باكبر نسبة حديد باكلها في الغذاء بتاعي. يعني هذا المكمل مش حديد بس، مش هيخليني احتاج مكمل حديد لو انا باكل كويس وباكل لحوم بنسبة معقولة. ده بناخده بعد الغداء بساعة واحدة في اليوم، وحسب التحاليل ممكن الجرعة توصل ل2 في اليوم حسب نسبة نقص الحديد. واحدة من أهم المكملات الغذائية هو استخدام حقنة ديفارول اس مرة كل شهر لمدة 3 شهور فقط، بتعوض أي نقص فورا في فيتامين د، وكمان بتساعد جدا في مقاومة الصلع الوراثي، وبنلاقي نتائج رهيبة، خصوصا ان هي بتأثر على دورة حياة الشعرة. يعني ممكن ناس يبقى عندها تساقط شعر مزمن، وممكن ناس يبقى عندها تساقط شعر هرموني وهي مش عارفه ان ده بسبب ان هي مش بتاخد الجرعه الوقائيه من فيتامين د. بالنسبه لكل البروتوكول لو تلاحظوا بسيط جدا، يعني الحمد لله، لان الحاله كانت مرحله تانية. استخدمنا ايه موضعيا؟ هي حاجة واحدة اللي استخدمناها موضعيا، زيت المكسرات البرازيلي. ده الزيت طبعا بتاعي، معلش بقى ما هو جوزي فخلينا ايه استفاد بأي حاجة. مش عشان خاطر هو الزيت بتاعي، لكن هو معمول بتكنيك يخليه بديل المينوكسيديل الوحيد. وايه البنفت بتاعته الزيادة عن المينوكسيديل؟ ان هو ملوش اعتمادية، هو افضل من المينوكسيديل في حاجة واحدة، ان انا هستخدمه واشوف منه النتيجة التحفة دي. طبعا هو الاساس في تنشيط الموضوع ده، لان احنا ايام ما كنا مش قاعدين مع بعض في بيت واحد، وكنت بوصف له بروتوكول يمشيه علشان يوقف تساقط الشعر، كان ماشي على المكملات الغذائية، لكن مفيش كان التزام بحاجة موضعية. فلما مشيته على ده كانت النتيجة الهايلة دي، وقدرنا نشوف ترجمة البروتوكول العلاجي الكامل مع الغذاء والأعشاب والمكملات الغذائية في صور نتائج واضحة وسريعة جدا. يعني أنا عايزة أقول لكم بعد الجواز بشهرين، النتيجة دي كانت بعد الجواز بشهرين، لأن بدأنا البروتوكول أصلا بعد أسبوعين 3، مش بدأناهوش فورا طبعا يعني. تعالوا نتكلم شوية عن هذا الزيت، هقول لكم برضو بديله ايه عشان تعرفوا ان ده مش مجرد تسويق. يعتبر مستخلص المادة الفعالة الأساسية بتاعته هي مستخلص البيكان البرازيلي. البيكان ده هو من أغلى المكسرات البرازيلية، أعتقد معظم الناس تعرفه. بيتعصر على البارد ويتاخد المستخلص بتاعه
كجزء من المواد الفعالة الأساسية في هذا الزيت، اللي تم إثبات إن هو امتصاصه عالي جدا، بيصل إلى 80 ل 90% من طبقات الجلد، بيغذي جدا، وأي حد استخدمه هيحس إن هو زي السيرم. هو خفيف، هو كأنه مش زيت، لونه فاتح، ريحته مكسرات جدا، وزي ما انتوا شايفين قد ايه خفيف. فكان ما بيعملش irritation، ما بيعملش التهابات، ما بيعملش قشرة، مستحيل. وغسله سهل جدا، من مرة واحدة بالشامبو بيتغسل تماما، بس يكون شامبو منظف. المهم الزيت بتاعنا ده آم، بيشتغل على حالات الصلع الوراثي، تساقط الشعر الهرموني والثعلبة بشكل أساسي، وطبعا حالات تساقط الشعر المزمن، والحالات اللي نتج عنها فراغات كبيرة جدا، فراغات في الجنبين، وفي حالات بتستخدم إزازة واحدة منه وبتكون كافية، لأن أنا بستخدمه مرتين في الأسبوع مبدئيا، وبعد كده مرة في الأسبوع بس، فطبعا الإزازة بتكفي كتير. كنا بنستخدمه في البداية مرتين في الأسبوع. طبعا الاستخدام ممكن بمساعدة ديرمارولر أو بدون. أنا بصراحة في ما استخدمتلوش ديرمارولر، لاني كنت حابه اشوف استجابه الجسم للبروتوكول العلاجي، لان انا عارفه اني كنت هلاقي نتيجه. والله هو ثقة في منتجي وكل حاجة، لكن برضو في نفس الوقت حابة اشوف نتيجة البروتوكول اللي احنا حاطينه. فقلت انا هكتفي بالزيت كعامل مساعد موضعي، وممكن بعد ما اشوف نتائج البروتوكول بالكامل استخدم على طول الديرمرالر. وفعلا استخدمتها له يمكن مرة واحدة بس في خلال الشهرين دول. كنا بنستخدمه مرتين في الأسبوع، تدليك فروة الراس بنسبة كافية خصوصا على الفراغات، وبقعده ساعة، وبعد كده بيتم غسل الشعر. وبعد أول شهر بدأنا نستخدمه مرة واحدة في الأسبوع، وكان كافي جدا. ودي كانت هي الحاجة الموضعية الوحيدة اللي كنا بنستخدمها، ولا كنا بنعمل بخاخ روزماري، ولا كنا بنعمل أي حاجة كعامل مساعد، ولا حتى كنا بنستخدم أي بخاخ من الصيدليات خالص، لاني كنت ضد ده، لان هو كان عنده قابلية لتكوين قشرة. فانا رفضت جدا استخدام اي بخاخ من الصيدلية يكون ممكن يبقى في مكوناته كحول، لان زي ما انا علمتكم قبل كده اي بخاخ من الصيدلية هيبقى في مكوناته كحول، يا اما هيبللي شعري وفروة الراس ومش هينشف او يطير. بديل زيت المكسرات، لو عايزين نعمل حاجة تقرب شوية من فعالية زيت المكسرات، يبقى احنا قدامنا حاجة من اتنين. هنعمل بخاخ القهوة والروزماري، ان انا بعمل قهوة سريعة الذوبان عليها مستخلص الروزماري في بخاخ، ورش يا اما كل يوم يا اما 3 مرات في الاسبوع، ومرة واحدة في الاسبوع بعمل حمام زيت لفروة راسي بزيت بذور القرع، وعليها زيت سمسم وزيت جرجير، وباذن الله نلاقي نتيجه كويسه من البروتوكول ده، اللي هو زيت القرع وزيت السمسم والجرجير. القرع والسمسم اهم حاجه، تمام؟ يبقى مرة أو مرتين في الأسبوع، ويوميا أو 3 مرات في الأسبوع بخاخ سائل اللي هو مستخلص القهوة مع مستخلص الروزماري. وطبعا احنا عارفين الاتنين بنحضرهم بالنقع، قهوة سريعة الذوبان في مية سخنة، وبننقع الروزماري وبنخلط الاتنين في بخاخ، وبنرش على فروة الراس مساء. كده انا قلت كل حاجة ممكن اقولها في الفيديو ده. يا رب تكونوا استفدتوا. لو في حالات زي الحالة دي بالظبط وحابب تبدأ البروتوكول، تعالوا نبدأ مع بعض تحدي كالعادة. لو في خلال شهر لشهرين في حالات، ومش هحط عدد، يعني ممكن احط عدد من الرجالة وعدد من الستات، يعني حاليا مش هحدد العدد ده، ممكن 5 و5، ممكن 10 و10، حسب استجابتكم معايا في التحدي. التحدي بيقول ان لو دخلتوا وقلتولي نتائج ايجابية وكويسة بمنتهى المصداقية لتطبيق هذا البروتوكول، ليكوا عندي هدايا جميلة جدا من منتجاتنا، وطبعا اهمها هو زيت المكسرات، لكن ان شاء الله يبقى فيه مفاجآت تانية.
فمستنيه ريفيوهاتكم ونتائجكم، وهرد عليكم في الكومنتات على اسئلتكم اول ساعه باذن الله لما انزل الفيديو. اعملوا فولو على السوشيال ميديا عشان هناك في محتوى، نعمل اسك، بنتواصل بشكل افضل. اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفاد. وشكرا ليكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.